مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اكل حلو قوي وكلنا طبعا بنحبه، الباميه والملوخيه والرز اللي بشعريه والبتنجان المخلل. اظن يعني لو في حد مختلف في حاجه فمتفق في التانيين. طبعا بقى ايه، دي فراخ ولادي قالوا لي مبدئيا انا نزلت لكم فيديو الباميه، بس حبيت عشان لو ما حدش شاف لقطه ان انا بقمع الباميه فحبيت ان انا اوريها له. طبعا انا مسكت الفراخ دي غسلتها كويس جدا وعصرت عليها ليمون وحطيتها في ميه بملح، وبعد كده رجعت شطفتها تاني ورجعت دعكتها بالملح تاني والليمون وشطفتها تاني. بصوا حبايب قلبي، انا ولادي قالوا لي احنا عايزين ناكل فراخ زي اللي بناكلها عند تيتا. انا والدتي يعني الفراخ بتاعتها يعني سلق وفلفل اسمر، ودي اما تتعمل على النار من فوق يا اما تحط تحت الشوايه. هي تقول لك انا ماليش في الاختراعات اللي انتوا بتعملوها بالزبادي وبالكيري والحاجات دي. ولادي بقى عجبتهم جدا عندها. بصوا حبايبي، انا اول ما سقطت الفراخ ما حطيتش اي حاجه عليها، شلت ريم الفراخ. وعاده الفراخ ما كانش ما شاء الله فيها اي ريم من كتر الغسيل والملح والليمون. طبعا نزلت بالحاجات اللي انتوا عارفينها، فلفل اسمر، ورق لورا، طماطمايه، قطعه من الجزر، بصل، حبهان. تمام، وملحتها لان الفراخ غير اللحمه. بصوا الشوربه بتاعتها نقيه ازاي، الفراخ بتحطي اللحمه من البدايه. نزلت هنا في حبه شوربه وحطيت فلفل اسمر وتوم وحطيت كزبره ناشفه. الباميه بقى دي كان حجمها كبير، انا بعملها ويكه برضو، لكل دار وليها مدار يا جماعه، عشان محدش يجي يقول لي لا دي مش ويكه. انا دي الويكه اللي باكلها في عيلتنا من وانا طفله صغيره. قطعت الباميه قطع صغيره ونزلت بيها في الشوربه بعد ما حطيت الحاجات اللي انا قلتها، نفس الحاجات. وقطعت فلفل احمر حراق، او عندك فلفل اخضر حطي عادي. في طاسه تانية حطيت نفس الحاجات اللي انا حطيتها هنا. الفراخ كانت استوت، انا طلعتها وحطيتها ودهنت عليها حطيت معلقتين شوربه على اساس ان انا احطها في الفرن، يعني تتحمر بسرعه، وفلفل اسمر وملح. بصوا هنا الويكه كانت روعه. هنيجي بقى للويكه، انا حطيت اللي سقطت الباميه في طاسه تانية، عملت الطشه من كزبره وفلفل اسمر وتوم ومعلقه زبده، ورحت مشوحاها كده ورحت نازله بيها على الباميه. الملوخيه اللي احنا كنا مخزنينها انا طلعت كيس وحبيت ان انا اعمله قدامكم. خدت حبه شوربه، انا ما حطيتش في الملوخيه طماطم لانها ملوخيه خضراء، اخضر فاخضر. حطيت كزبره وفلفل اسمر وتوم، وبعد كده نزلت بالملوخيه بتاعتي ونفس التحديقه اللي انا حطيتها برضو في طاسه تانية ونزلت بيها في الطشه. بصوا لونها ما غيرش، يعني شوفوا احنا مخزنينها بقالنا قد ايه، ما شاء الله ما زالت محتفظه باللون الاخضر. وكانت ملوخيه طعمها حلو جدا بصراحه، كان الاكل كله روعه. بصوا دي الطشه بتاعت الملوخيه، كزبره وفلفل اسمر وتوم. بصوا نزلت بيها عملت صوت طشه، بس انا ما شهقتش. ودي طبعا الملوخية اللي احنا عملناها في الخلاط، ملوخية الكسلانين اللي زي اللي مش بيحبوا يخرطوا حاجة بالمخرطة. بصوا لونها ما شاء الله جميل ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هيعجبكم. بصوا ما شاء الله، يعني كل حاجة بصراحة كانت مظبوطة. ما تنسينيش في الاشتراك وتفعيل الجرس، وكوني اخت من اخواتي، وتصبحي على خير يا حبيبتي.